يا هلا ومرحبا فيكم، عدنا لكم مجددا أعزائي المستمعين. يقولون التردد مقبرة الفرص، إذا كنت ذا رأي فكن ذا عزيمة، فإن فساد الرأي أن تتردد. التردد والفرص، وفاز باللذات من كان جسورا، والقوي هو ومن صادها عش عياله، والنوم يعني الكثير من هذه الأمثال والحديث عن ضياع الفرص. سرنا نستضيف الحديث عن مقبرة الفرص والتردد وموضوع التردد الكاتب الصحفي الأستاذ نايف الحربي. صباحك الله بالخير أستاذ نايف. هلا والله، صباح النور، صباح السرور. بالفعل يعني يقولون التردد مصيبة يعني صراحة، لأنه فعلا يقتل الفرصة ويقتل الأحلام، ويمكن دائما أكثر الناس يعني دائما لجي طاري الأراضي يقول لك يا الله، تذكرون الأراضي كانت رخيصة وجتني فرصة في الحي الفلاني. أيوة. وكانت مثل أيام العلية وأيام شمال الرياض. فيقول والله أنا بس ما استشرت، بس ما اللي استشرته يقول لي لا أيوة. بعيدة دي في الصحراء دي، كيف تشتري أرض في المكان هذا؟ أيوة. لأن فعلا الفرصة إذا جتك ترى ما ترجع لك مرة ثانية. يا أخي ذكرتني في موضوع نايف. واحد يقول انه يا اخي حرام انت فوتت الفرصه، قال وطارت الطيور برزاقها. قال طارت الطيور برزاقها مو برزقي، طيور طارت برزاقها هي مو برزقي. فلا تقولوا لي يعني انه متردد ومدري ايش، انه طارت الطيور برزاقها، هي طارت برزاقها هي، انا مو برزقي، ما لحين ما جت الطيوري ولا طرت في رزقي. هذا مبررات طبعا. هذا تبرير. الهروب احيانا شوف يقول طرف صحيح يعني. خلينا هذا احنا نقول مثل مشهور هذا، وانت يمكن ذكرت قبل قليل يعني البيت المشهور اظن لاحد الخلفاء، ما ادري لجعفر المنصور او لاحد الاولين اللي كانوا يتكلمون، لكن الناجح يقول لا ينتظر الفرصه بل يوجدها. فاز باللذات من كان جسورا. اي نعم. ابن الخاسر. نعم. ابن الخاسر. ها. اي نعم ابن الخاسر. اي نعم. شوف، الناجح لا ينتظر الفرصة بل يوجدها. اليوم احنا نحتاج، إذا بغيت فرصة مثلا عمل براتب زين، وش تسوي؟ تجلس في الشارع تنتظر فرصة؟ لا، تدرس، تاخذ الجامعة، الماستر، الدكتوراه في التخصص هذا، تاخذ دورات تدريبية. في النهاية أنت كذا وجدت فرص أن راتبك يكون أعلى. ترى أحيانا الفرصة على أساس بس اللي يستمعون لا يعتقدون والله الحياة مبنية بس على الفرص. هي مش مبنية على الفرص. الفرص طبعا تمرنا كثير مراتنا فرص، يعني مثل ما يقولون تمر مر السحاب، لكن ليس صحيح أن الفرص قليلة في هذه الحياة. لكن صحيح هو أن نصبر على العمل، أن نكون جادين، نكون لدينا فعلا يعني نتعلم بطريقة أصح، نخطط، نعمل، يعني يصير عندنا فعلا أن ما نكون اتكاليين، يكون عندنا طموح، نكون عقلاء برضه. ترى الإنسان بعض المرات طموحه أعلى من إمكانياته. يعني يقول والله أنا مثلا يعني يتكلم مثلا والله يبغى يملك مثلا او يشتري سياره معينه بقيمه ما يقدر عليها اصلا، او يشتري ارض بقيمه ما يقدر عليها، او بيت ما يقدر عليه، ويقول لا لما انتظر فرصه تجيني عشان اشتري. لا، الفرص موجوده دائما، لكنها تحتاج للبحث، تحتاج للجديه، تحتاج للعمل الشاق. انا ما ادري قريت للراجح ولا مني يقول عشان تكون يعني تاجر لازم تشتغل 30 سنه. حاليا هو قاعد ببيته، قاعد يعني اتوقع الحين الرجال اشتغل، اللي قبل اشتغلوا وتعبوا على انفسهم اللي وجدوا المال، لكن هو يقول لك اشتغل. انت عشان تحصل فلوس لازم تشتغل، لكن ترى في فرق بين ضربة الحظ وبين الفرصة. ترى بعض الناس يعني يخلط بينها، يعني يقول والله فلان حظ مثلا، اي نعم حظه زين. فنحتاج فعلا عشان نكون ناجحين. ترى الأسهم على فكرة يعني يمكن الأسهم تبدأ متى؟ باقي لها ربع ساعة وتبدأ. سوق الأسهم ترى يعني تظل الفرص فيه موجودة بشكل يومي. إذا انخفض ممكن تشتري فيه. شوف مثلا عندك ما ودي عشان يقولون نعطي توصيات، لكن بعض الأسهم في ناس شروها بأسعار بسيطة والآن بالمئات مثلا قيمتها. هذه اعتبر أنها فرصة. يعني الإنسان فعلا يقدر يدخل، ترى ممكن يخسر فلوسه على فكرة، لكن في النهاية الفرص موجودة. لكن الإنسان الناجح لازم يكون يعني لديه يعني جدية، لديه مسؤولية، لديه يعرف كيف يدخل، يعني كيف يكون يعني إذا كانت أسهم أو تجارة كيف يشتري وكيف يبيع. لازم يكون يعني غير متردد. كذلك يعني ترى التردد أحيانا يمكن بعض الناس يقول الحمد لله اني ما اخذت مثل الفرصه الفلانيه جت ما اخذتها. ترى احيانا الانسان يفرح انه تردد، لان الفرصه دي جت لكنها غير جيده مثلا،
مثل اللي زمان جتهم الفرص، انه اذكر زمان كانوا يعطونك قرض لمده 10 سنوات. صح. يعني القرض الشخصي طبعا، مش قرض يعني بناء ولا قرض تمويلي. مم. فتصور اللي خذوا في ذيك الايام دخلوا وخذوا ولا اسهم فيها، قاعد 10 سنين يسدد وهو ما استفاد شيء. في ناس ما جتها الفرصه هذه، او انه تردد ما اخذ القرض هذا، وبرضه ترى يعني كان جيد انه فعلا ما يعني اشغل نفسه بهالفرص اللي الخاسره مثل ما يقولون. الشغله اللي ما تعرف لها ابعد عنها. ترى الموظف غير التاجر، غير رجل الاعمال، غير الشخص اللي يعني متعلم، يعني يختلف عن الشخص اللي غيره، اللي من اسره غنيه غير اللي من اسره عاديه، الموظف اللي راتبه عالي غير يعني مو معقول تاخذ راتب كامل وتحطه في قرض وتقول ان شاء الله هذه. مثل قبل كم يوم يقول لي واحد اخذ 3 مليون ياخذ قروض، لا راح ساهم بالاسواق الامريكيه، يقول لا ما بقى معي الا 500,000 نص مليون. هذه مشكله. ايوه يعني انت شوف، انا دائما مثل هذه الامور اربطها دائما بالتوفيق من الله سبحانه وتعالى، وبغض النظر يعني حتى الفرص، انت مثل ما تقول انه جتك الفرصه ودخلت الفرصه هذه وخسرت، وكثير وخصوصا الشباب بالفتره الاخيره كثير يعني اللي عندنا في الاستراحه قاعدين يضاربون يشتغلون في السوق الامريكي وعقود وما عقود ومدري. يا اخي القى واحد قال يا اخي والله دخلت ب 3000 الحين 17,000، والثاني قال يا اخي دخلت ب 25,000 الحين عندي 17 ريال. وادخل والتوصيه واحده، مثلا انه التوصيه واحده، واحد يقول ادخل السهم الفلاني السهم الفلاني، هذا يدخل وينك والله كنت. هي بغض النظر توافيق في الاول والاخير وحظ. ذاك اليوم انا قاعد اسولف مع احد المطورين العقاريين او شيء، واقف قدام عمارته وسولف انا وياه، فقال انه الحياه اجتهاد، وانه لا يمكن تحصل على المال الا بالتعب والكد والتعب والارهاق. كل ما ارهقت نفسك وانت مر من قدامي عامل شايل كيس اسمنت من عمال العماره نفسها. طيب هذا رجل شايب كبير في العمر، يعني طول عمره هو يكد وحمول ثقيله وظهره مكسور ويشيل، وما يعني وما اقتنى يعني على القطوعه او على الراتب البسيط. اليوميه ايوه 70 ريال يوميه 70 ريال تشوفه من 10 سنوات وهو يشتغل يكد. لان شوف الحياه اصلا عمل، ترى خلينا يعني ناخذها بجديه. يعني الحياه تراها مبنيه على العمل، مبنيه على الدوام. صحيح. والشغل وساعات العمل. وترى يمكن تقدر تقول 80% ل 90% من البشر هذه مهنتهم. ترى اللي نشوفهم الان اغنياء، لذلك دائما اذا جت موسوعه الاغنياء ترى بيقولون 10 الاوائل. تصور 7 مليار 8 مليار انسان ما فيهم الا 10 اغنياء. يعني اقصد يعني اثرياء بشكل يعني يكتب في الصحف، لهم تقارير تطلع يعني بين فتره وفتره، ممكن واحد يتعدى 10، واحد يقل، واحد. لذلك دائما انا اقول لا تفكر بالغنى، انت فكر انك كيف تكون انسان يعني عندك دخل يساعدك على حياتك اليوميه، تقدر تعيش، تقدر تدرس اولادك، تقدر تسافر. بس ما هو يعني تلقاك مثلنا احنا الان بيننا وبين الراتب 3 أيام 4 أيام، اذا تاخر عليها تلقى واحد خلاص صفر. صح. يعني انا قبل يومين امس العيال يقول الراتب عطنا، قلت ما جاء الراتب ينزل، اللي هو كان البارح ينزل الرواتب. تكلم عن الموظفين. يعني اليوم الراتب قبل يومين يمكن لو جاك ضيف او صارت مناسبه عندك يمكن ما تقدر توفر المبلغ هذا، لانك انت عايش على راتب معين محدد. لكنك اللي يشوفك يقابلك في الشارع، ولا يزورك في بيتك، ولا بزملائك في الاستراحه، تشارك معهم، تشارك مع جماعتك، مع زملائك، قايم بكل الواجبات اللي عليك على قد دخلك. عاد والله نايف ضد الاستراحات. انت إيه؟ رجل ضد الاستراحات دائما، يعني دائما جدا. ويمكن ترى تكلمنا انا ضد الاستراحات كثير. جدا، لكن ما اقدر انا اصير ضد التيار. في ناس متعتهم في الاستراحه. صحيح. ناس يجون يجلسون يستمتعون مع بعض بعيد يعني. يقول والله انا ما ابغى اروح للمقاهي والكافيات، انا اروح للاستراحه ادفع بالشهر 250 ريال مريح دماغي طال عمرك، عندي اللي نبغاه وعندنا اللي يخدمنا، ونسولف مثل ما اشتريت النوم ركبت سيارتي ورحت البيت. وهذه ثقافته هو طبعا. صح. لكن نرجع للتردد، يعني خلينا ناخذه بمعنى اخر. التردد دائما الناس يسمونه هو اتخاذ قرار على فكره، يعني مش ضياع فرصه وبس. التردد في متردد على فكره يسمونه التردد المزمن. وش التردد المزمن؟ هو انك تتردد انك ما تدرس مثلا، او تتردد انك ما تفعل شيء هو جزء من حياتك لازم تفعله، لا تتردد فيه. يعني شيء يعني جزء من ثقافه المجتمعات اللي احنا نعرفها، لازم هذه تاخذها بعين الاعتبار. التردد
اللي هو اللي تكلم لك على المزمن. طبعا التردد يعيق النجاح، يؤدي الى الشعور بالندم والفشل، على الرغم من ان بعض التردد او التأني خلينا نسميه قد يكون محمود، لانك تقيم المعلومه، تقيم القرار، تشوف القرار المناسب لك. طيب يجيك واحد يقول وش مخاطر التردد؟ نقول مثلا ضياع الفرص، مثلا التردد يمنعك مثلا من استغلال اللحظات المهمه، بعض الابواب تفتح مره واحده فقط، الشلل التحليلي ناس يقولون قد يؤدي يعني الى ما يسمى للتحليل المفرط. فهمت؟ في نقاط كثيره يعني المفروض ان احنا نركز عليها ونفهمها. مخاطر ماديه ونفسيه، يقول لك يعني التردد يمكن ان يكلف الكثير، يكون عائق في يعني في مثلا تغييرك، في اسعادك. كذلك اذا قلنا ان يعني اهميه ترى على فكره التفكير مو ترى اللي يمنع اللي يجيب التردد هو التفكير. لذلك ترى بعض الناس الحين تجار او رجال اعمال او ناس حالتهم الماديه ممتازه، ترى لو يفكر ما صار كذا. يعني اقصد لو انه يعني اخذها بعقل ما جت. مثلا اللي شاري الارض الان مثلا مسافه 100 كيلو عن الرياض مثلا، او عن جده، او عن الشرقيه، او عن منطقه استراتيجيه، وبعد سنوات طويله الارض هذه مثلا وصلها مشاريع، بني حولها مشاريع ونجحت ولا لو تروح للعقلاء مثلا يقول والله هذا ما ادري شلون كيف شر الارض هذه وكيف انه فعلا الله ساق له الرزق. ففيها ترى فيها لذلك العقل احيانا نايف. لذلك ذكرتني في صديق يعني ولا في 2008 تقريبا، يعني 2008 هو استطرادا وتعليقا على هذا الموضوع. 2007 2008 فكان يسولف انه يبي يشتري ارض في النرجس، كنا نضحك عليه. 2000 وكم؟ 7 8 2007 2006 7 كذا. الولد ما شاء الله عليه اول ما توظف كذا بيقول وين قلعة قادرين، وراح ودانا لها بر ومقطع واخر الدنيا. قال لا انا ما بيها الحين، انا بشتريها وبخليها بعدين. فالكلام بال2006 تقريبا، فبناها في 2020 او 2022 تقريبا. شوف المسافة كم، 2006 الى 2022 يعني 18 سنة وحاجة زي كذا. قبل يبنيها هو اشتراها من مبلغ بسيط جدا، والله العظيم انه دبلت له 3 مرات. قال لا انا ادري انها دبل لي 3 مرات، بس انا ابيها الان خلاص. الان جت مرحله الاستقرار، مرحله البناء، مرحله ايش اسمه. وكانوا اخواني يقولون ضد انه بعيده وانت وين رايح اخر الدنيا، والرياض راح توصل. وين راح توصل؟ يبغى لها 100 سنه لغايه ما توصل مكانها. ترى على فكره هذا صراحه قبل يطلع طريق الملك سلمان، لان أيوة. كان شمال الملك سلمان اللي هو النرجس الان. ايوه امس قبل امس انا شايف صوره له، لا صوره قريبه يعني انه جايبين صوره جويه، ما هو بس عباره عن الخط هذا طريق اعتقد انه امتداد طريق ابو بكر، كان خط بسيط واغلبها شحن مخلفات بناء، فكانت المنطقه شبه جبليه تشوفها ترى مرتفعاتها كثيره. صح إيه. ومع ذلك الان لو تجيها الان انا بكلم في الطائره طالع فيها اقول سبحان الله العظيم، يعني منطقه بظرف 10 سنوات تحولت الى مدينه وليس الى حي. صح فعلا. لذلك اهميه التفكير، يعني دائما التفكير مهم، قد يهديك وقد يمنعك، لكن يقولون التأني في القرار يعني بعض التردد قد يكون محمود وهو ما يعرف بالتأني. طبعا يتيح لك جمع المعلومات، تقييم الحقائق قبل اتخاذ القرار السليم. يعني انت ما تدري وش القرار السليم، لكن نجح الحين نقول والله لا نجح فلان، هي نجح بس ترى وقته ترى كان القرار صعب. لذلك طلب الاستشارة يعني من المستشارين من المختصين، ما هو اللي ممدد رجوله بالاستراحة ذا وقاعد ما يدري وش الدنيا فيه ويقول لك لا تشتري بالسهم الفلاني، لا تشتري بالمخطط الفلاني، لا تبني بالحي الفلاني، لا هذا سبب هذا سبب الضياع. لان عشان كذا انا دائما ضد الاستراحات، لانه ما يتجددون الناس. صح. تصور انك جالس مع زملاء لك 20 30 سنه. صح. نفس التفكير واحد، نفس الطريقه. اوكي ناس ناجحين، ترى شوف انا اشوف ان النجاح نسبي. ترى النجاح 4 أشياء، اذا نجحت وظيفيا وزوجيا واجتماعيا وماديا خلاص انت ايش تبي راتب يعني يدر عليك مبلغ، وتبي استقرار زوجة واسره مستقرين، وتبي علاقات اجتماعيه جيده ما لك مشاكل ولا امورك زينه. ترى اصحاب المال الان يمكن انت تنام احسن منهم. صح. اصحاب الاموال صح. انا كنت سولفنا كثير مع رجال الاعمال والناس اللي عنده فلوس، ترى عنده اموال بكل جميع دول العالم، مشارك بالبورصه العالميه، مشارك في كل شيء، في اي هزه بتروليه او هزه عالميه
تلقاه يحط يده على قلبه، لأن هذه ممكن تأثر على استثماراته مثلا في دولة عربية أو في دولة إسلامية أو في أمريكا الكبرى. لما صارت تولى الرئيس الجديد ترامب صار هناك هزة بالسوق الأمريكي بعد القرارات اللي اتخذت مثلا. فأحيانا قرار سياسي، قرار دولي يأثر عليه، بينما أنت أبعد قرار عندك والله هو التقاعد. أصعب قرار بيتخذ هو التقاعد المبكر أو التقاعد النظامي. تقول والله أنا بتقاعد عام كذا بيصير راتبي مثلا 10,000 ريال وهو يستلم الآن 20,000. صحيح. أنت قاعد تقول أنت والله أنا وشلون أملى الفراغ هذا، مثلا أخلي أوكي أتقاعد أو معنى صح أتقاعد وراتبي 10,000. وترى على فكرة هذا اللي نشتغل عليه احنا الموظفين. أنا الآن أشتغل أقول مثلا عام كذا بتقاعد وبينزل راتبي مثلا المبلغ الفلاني، أنا أبى أسوي مشروع بحيث إني لما أتقاعد أغطي النقص اللي بيكون براتبي. بس شوف الفكرة، يعني ما هو فكرة غنى ولا فكرة إنه يكون ثروات أو فكرة إنه مثلا يتملك عقارات أو أسهم. لا، فكرة إنه يقول أنا بيصير عندي نقص في الراتب، النقص ده بيأثر على دخلي وبيأثر على مصروفي اليومي. مثلا عندي سفرة في السنة خارجية، وعندي سفرتين داخلية، وعندي التزامات مع الأسرة، وعندي يشتري كل 5 سنوات سيارة، وكل واحد من الأبناء يخلص المرحلة الثانوية أشتري له سيارة. عفوا معليش ترى اليومين هذه واضح. ألف لا بأس عليك، ما احنا مطولين عليك نايف يعني. ودنا أنه تختم لنا بجملة وتختم لنا يعني خلاصة الكلام عن التردد. أنا أقول خلاصة الكلام، حنا اليوم في رؤية المملكة 2030 اقتصاد مزدهر، وطن طموح، مجتمع حيوي، جودة حياة. أنا أقول لا زالت الفرص اليوم موجودة أمامنا، وكل القرارات الأخيرة اللي سمعنا عنها ما يتعلق بالعقارات، يتعلق بالإيجارات، يتعلق بالتنظيم الأخير، أنا أقول هي فرصة جديدة الآن قادمة لا تفوت عليكم. لا تجي تقول النرجس ما شريت فيه عام كذا، أنا أقول بتجيك فرصة إن شاء الله الآن بأسعار جيدة ومعقولة. قرار نعم أقول، بس لا أقول يعني هذه برضو الأشياء اللي جاية الآن فرصة، الآن تجيك فرص استغلوها. نعم. الكاتب الصحفي والأستاذ نايف الحربي، شكرا لك. في نهاية حلقتنا اليوم أعزائي المستمعين لا يسعنا أن نشكركم على حسن استماعكم. كان معكم خلف المايك بسام الفليح، ومن الإعداد طعام الغامدي، ومن الإخراج المبدع المتألق ياسر الهزاع. وبحول الله وقدرته وعزيمة رجال أمثالكم كل عدو مدحور ليس في اليمن، في اليمن وفي كل مكان آخر. في صباحكم قوة تشرق وعزيمة تثب ومجد بطولات يتحقق. صباح العزم.